بالنسبه لاي عمل سياسي وليس فقط شبيبي، لانه هو الاطار اللي كيكون فيه الشباب اكثر عنفوان، اكثر انفتاح، اكثر قدره على تخصيص وقت الاشياء مهمه مجتمعيا سياسيا اقتصاديا، وببساطه اكثر وقت على انه يترافع، يعمل مبادرات، يتظاهر، يعبر على الراي ديالو. وبالاخص في مساله بحال القضيه الوطنيه، المغرب يحمل قضيه مهمه هي قضيه الوحده الترابيه ديالو. عندنا بزاف ديال المناوشات للاسف، رغم اننا كسبنا بزاف ديال المعارك على المستوى الدولي، رغم اننا حققنا بزاف ديال المكتسبات من حيث الدول اللي الان تنضم للطرح المغربي واقتنعت بالطرح المغربي واحقيه المغرب في الدفاع عن كامل ترابه في الاقاليم الصحراويه، الا انه كيبقاو دائما هناك مناوشات. الشيء اللي كيتطلب ان يكونوا الطلبه في طليعه الملمين بحقيقه الصراع المفتعل، بتاريخ القضيه، ليكون عندنا قدره في الترافع في المنتظمات الدوليه وكذلك على المستوى الاعلام العالمي. حنا دابا كنشوفوا اللي عنده شي قناه الكترونيه كيدير زوم ويمشي يقرب النار مع شي واحد. الا حنا عندنا واحد لو تيسو، واحد النسيج ديال طلبه مغاربه ماشي بالضروره يكونوا مختصين، ولكن ببساطه العباره انهم يكونوا ملمين بحقيقه قضيتهم الوطنيه ويقدروا يترافعوا بشكل سليم، كذلك يقدروا يواجهوا قوه التضليل اللي كنلقاو في لي ريزو سوسيو. حنا ما محتاجينش يكون عندنا ديك الكتائب الالكترونيه وديك الاشياء التدليسيه لاعاده كتابه التاريخ، بقدر ما حنا محتاجين ان شبابنا اللي ديجا متواجد في المنابر وعنده مصداقيه وعنده مشروعيه وعنده ان ريزو العلاقات، انه بمضمون مضبوط حقيقي ومبرر يقدر يدافع على القضيه الوطنيه بشكل صحيح. هذا الشيء كيعززوا الافتخار بالوطنيه بالمغرب اللي حطيتي عليه الطلاب. اكيد للاسف كان بعض الاسئله حول العزوف، عدم الالتزام الى اخره. هذه كلها اشياء مرتبطه ببعضها. ما كان ماشي عالمه في علم الاجتماع ولا في علم النفس اللي يمكنهم يكونوا يعني عندهم اكيد تدقيق اكثر المفاهيم واسباب النزول ديال بعض الظواهر، ولكن ما خصنا نبقاو نغديو ديك الفكر شويه العدمي او اللي ديما كيقلب يعلق بعض المشاكل على اسباب خارجيه الى غير ذلك. كل واحد خصو ياخذ بزمام الامور، كل واحد خصو ياخذ مستقبله بين يديه، كل واحد خصو يدافع على مكتسباته الذاتيه اولا، ثانيا كمجتمع يعني كاسره، كقطاع، كجماعه الى غير، وكذلك كوطن. الفكره هي انه مهما كانت مشاكلنا بيننا يمكننا نتناقشوا فيها وندابزوا عليها ونخرجوا نتظاهروا ونديروا اضراب واعتصام وهذا، ولكن عندما يمس الامر الوحده الترابيه ديالنا او مقدساتنا كامه مغربيه ما يمكنش يبقى هذا النقاش هذا، كنتجاوزوا عليه وكنوليو جبهه واحده. قلتي احنا ما كنتفاوضوش على مغربيه الصحراء. بالضبط، حنا غير كنعرفوا اولا كنشرحوا. بالضبط، وهذا هو التوجه ماشي فقط ديالنا كحزب والقاده ديالنا، ولكن التوجه ديال قائد البلاد، ديال السياسه المغربيه في مستوى العلاقات الخارجيه. حنا ليس في موقع تفاوض من اجل مغربيه الصحراء، المغرب في صحراء والصحراء في مغربها، نحن في موقع اقناع. حنا منفتحين على النقاش باش نفهموا شنو المكامن الخلل عند المنطق الاخر، ونحاولوا نوضحوا الوقائع التاريخيه واحقيه المغرب بالواقع، يعني بالملموس. المغرب تاريخيا هذا هو امتداده الطبيعي. القبائل الصحراويه تاريخيا هي جزء من الملكيات المغربيه او الدول المغربيه اللي تعاقبت على حكم هذه البلاد، فبالتالي يعني هذا تحصيل حاصل بالنسبه للمغرب. اليوم كاين شويه المناوشات كتجينا للاسف، كتضطرنا لاننا نهبطوا لهذا المستوى النقاش ونحاولوا نبداو كل مره نعاودوا نقنعوا هذا، ولكن هذا زعما ما كيجيش، ليس عائقا امام لا الوضعيه الامنيه في الصحراء مستقره تماما، لا الوضعيه الاقتصاديه كاين تنميه حقيقيه في الصحراء، لا الوضعيه الاجتماعيه. الاقاليم الصحراويه من الاقاليم الاكثر اندماجا والاكثر تنميه. اذا المغرب مقدم نموذج في الحقيقه على مستوى الساحل والصحراء. لا اعتقد ان هناك مدن ترقى الى مستوى مدينتين مثلا بوجدور والداخله والعيون. فاذا كاين شي نموذج يحتذى به في منطقه الساحل والصحراء من حيث التنميه والادماج فهو النموذج المغربي.